السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم مع فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم واحد المعسلات تركية اللي كيجيو رائعين بزاف، كيجيو هشاشين ومعلكين. كنتمنى هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش بالبارطاج والاشتراك والتعليقات ديالكم اللي كتفرحني. مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي وحتى الناس القدام. بسم الله على بركه الله. هنايا كناخذ واحد المول، واحد الجبانيه كنضيف فيها واحد بيضه. هنا واحد ياغورت طبيعي. هنا كنضيف نصف كاس ديال الزيت نباتيه. هنا كنضيف واحد 3 معالق ديال الخل. صافي كنخلط هذا الخليط مزيان على هذا الشكل هذا، كنخلطو مزيان حتى كيتجانس لنا هذاك الخليط. هنا كنضيف 3 معالق حتى 4 ديال المعالق ديال النشا الذره على هذا الشكل. كنبقى نخلطو، كنضيفو الخليط كنطربو. هنا كنضيف 4 ديال الكيسان ديال الدقيق وواحد كيس ديال الخميره ديال الحلويات. صافي هنا كنجمع العجين ديالي على هذا الشكل. هنايا الدقيق عبرته بالكاس العنبه. صافي هنايا كنجمع العجينه ديالي على هذا الشكل. صافي كنعاود نعجنها بيديا مزيان على طريقه، وكنحطها على سطح العمل كندلكها مزيان كتدلك لينا هاد العجينه مزيان. ضروري خصنا نخدموها مزيان. ممكن نضيفوها في العجانه الا كانت متوفره. انايا فضلت نخدمها بيدي على هذا الشكل، مبغيتش نضيف في العجانه. صافي هنايا كندلكو العجينه ديالي مزيان على هذا الشكل. صافي بعد ما كندلك العجينه مزيان كنقطعها كويرات صغار. انا قطعت على كويرات صغار 10 ديال الكويرات. صافي وكنجمعهم كنضيفهم في واحد جبانيه ولا شي طبيصيل. صافي كنغطيهم حتى كيرتاحوا، عاد كنعاود نطلقهم. نخليكم مع الطريقه. صافي هنا كنغطيهم حتى كيرتاحوا. هنا غندوز نحضر القيطر اولا السيرو باش غادي نسقيو هاد المعسلات. هنايا كنضيف واحد 2 كيسان ديال السكر سنيده، وكنضيف واحد تقريبا نص لتر ديال الماء وواحد نص حامضه. صافي كنضيف هاد الماء هاد السكر والماء حتى كيذوب لينا مزيان داك السكر وكيتغلي صافي حتى كيغلى لينا داك السيرو هذا حتى كنحسو بدا كيتقال شويه. المهم ضروري خصو يتبقبق مزيان يطيب لينا مزيان. صافي هنايا كندوز كنطلق هذوك الكويرات وكنضيف النشا. ضروري كنضيفوا النشا مزيان على هذا الشكل. كنضيفوا النشا وكنطلقوا الكويرات مزيان حتى كيرققوا، وكنضيفوا وحده على وحده على هذه الطريقه باش كيجينا مورقين. صافي غنبقى مستمرين على هذه الطريقه حتى كنكمل هاد الكويرات كاملين. انا هنايا كنحاول كنزرب الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل. صافي هنا كنبقى نطلق وحده على وحده وكنحط وحده فوق من وحده وكنضيف النشا. صافي هنا بعد ما كملتهم كنضيف النشا كنعاود نطلقهم. كنطلق هاد العجينه هذه حتى كتولينا رقيقه، عاد كنلفوها اولا كنلويوها. المهم نخليكم مع الطريقه. صافي هنا بعد ما طلقت العجينه مزيان حتى ولات لينا رقيقه. صافي هنا غنبدا نلويها. نبداو نلفوها على هذا الشكل هذا، كنلفوها مزيان عاد باش كنبدا كنقطعوها.
كنبقى مستمرة على هاد الشكل. صافي هنا كندوز كنقطعها على هاد الطريقة. صافي هنا كنقطعها على هاد الشكل، هاد الحجم هذا، ما يكونش حجم غليظة بزاف، ما تكونش رقيقة تاني بزاف، على هاد الحجم هذا على هاد الشكل. صافي هنا كناخد الكويرات كنضيف واحد شوية النشا وكنطلقهم على هاد الشكل، كنطلقهم على شكل طولي وصافي وكنعمرهم. كتضيفوا أي حشوة بغيتو. أنا هنايا ضفت الكركاع اللي تحنطو على هاد الشكل شوية مهرمش. صافي وكنعمرهم وكنطويهم على هاد الطريقة. صافي بعد ما كنكملهم كاملين كنضيفهم فواحد الصينيه اللي كنفرش لها الورق الزبده اللي كتدخل الفرن. صافي وكناخد الزبده كندوبها كنعاود ندهنهم مزيان مزيان بالزبده. صافي هنايا كندخلهم الفران على 200 درجه. هنايا القيطر ديالنا بعد ما طاب صافي بعد ما وجد ليا كنحيدوه كنردوه جانبا. هنايا صافي هنايا الشعيبيات ديالنا بعد ما كدخلهم الطياب كنضيف لهم الزبده المذوبه على هاد الشكل هذا. كنسقهم مزيان مزيان بهاد الزبده هادي كنعاود نردهم حتى كيتحمروا ليا مزيان. عاد كنخرجهم وكنسقيهم بهاد القيطر هذا ولا السيرو ما حدهم سخان. صافي ونخليكم على فيديو. صافي هنايا بعد ما تحمروا ليا مزيان هنا كناخد القيطر ديالي ما حدو باقي سخون. هنا كنسقيهم على هاد الشكل هذا. حنا كنحاول ما نكثرش هاد السيرو هذا على حسب مي باش ما يجينيوش حلوين بزاف، حيت هاد القيطر هذا تيجي حلو بزاف. كنفضل العسل يكون خفيف احسن باش ما يجيوش حلوين اكثر من القيس. اللي كيتعجبوا الحلاوه راه مزيان. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجيو رائعين بزاف، كيجيو هشاشين وكيجيو خفاف ومعلكين من الداخل. كنتمنى هاد لا فيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بالبارطاج والاشتراك والتعليقات ديالكم، والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.